ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما الحر يزودها والحاجة الحلوة تنادي، في الحر ده مفيش احلى من حلا بارد يبرد على القلب قبل الجسم. والنهارده بقى من على الطبلية جايبه لكم وصفة سهلة وسريعة وتخطفك من اول نظرة، من غير فرن ولا تعب في الحر، وطعمها يجنن. مش بس تتاكل، دي بتدوب دوبان في البق وتسيب وراها سعادة هتخلي كل اللي يدوق يقولك عايزين تاني. لو انت ما تعرفينيش، انا اسمي زوزو. لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم، وعشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا الاقتصاديه البسيطه اللي على قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الوصفه الجميله بتاعتنا. اول حاجه معايا هنا بسكوت شاي ساده. جايبه باكت علبه، هاتي علبه من السوبر ماركت من عند مستلزمات الحلويات زي ما انت عايزه. علبه بسكوت شاي ساده، معايا كوبايتين كريم شانتيه، معايا علبه كريم كراميل. هاخد البودر بقى بتاع كريم الكراميل وانزل بيه على الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا جايبه العلبه اللي فيها كيسين كريم كراميل. معايا هنا رودي كانت دي بنت اختي، كانت بتساعدني لان هي طالبه الحلا ده مني، وانا قلت لها انت عايزاها تساعديني وهعمله من على الطبليه وهنصور سوا من على الطبليه فمعلش يعني لو في اعتراض على الطبليه. تمام. بعد بقى ما نزلنا بالكريم كراميل على الكريم شانتيه، نزلت بقى بالنص كوبايه سكر، السكر حسب الرغبه زي ما انت عايزه. طبعا معايا كوبايتين لبن حليب ساقع يكون متلج من التلاجة، يعني انا متلجاه شوية عشان احنا في الحر. تمام. ممكن تحطي يعني كوباية حليب، وممكن تحطي كوباية مية، ممكن تعملي بالمية، احنا مش عايزين نكلف ولا نعمل افتكاسات زيادة. يعني يا مية متلجة يا مية وحليب، يا حليب بس زي ما انت عايزة تعملي الكريمة بتاعتك زي ما انت عايزة اعمليها. ما نعقدش الامور قدامنا. جبت المضرب اليد اهو بتاعي، المضرب الكهربي، علشان اضرب الكريمة مع كريم كراميل مع السكر مع الحليب اهو. وادي خليط الكريم شانتيه بتاعي اهو. شايفين القوام بتاعه؟ انا عايزاه يكون تقيل شوية متماسك، ما يبقاش سايل. هنا بقى هنجيب جبت معلقة قهوة سريعة الذوبان، ونزلت عليها بنص كوباية حليب، ونزلت برشة فانيليا. انا بحب ريحة الفانيليا بصراحة يا جماعة. انت مش عايزة تحطي ما تحطيش، ما تعمليش دي. حابة تحطي فانيليا حطي، انت حسب الرغبة. قلبت الفانيليا مع قهوة سريعة الذوبان مع الحليب. برضو مش حابة تعملي بالقهوة سريعة الذوبان، عندك نسكافيه، عندك كابتشينو، عندك اي حاجة ممكن تعمليها. عايزة تعملي بشوية مية، عايزة تعملي بالحليب سادة. ليه بقى احنا بنجهز ال المقادير دي اللي احنا هنجيب البسكويت بتاعنا وهنسقيه في القهوة سريعة الذوبان مع الحليب مع الفانيليا، ونبدأ نرصه في القارب بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. ابدأ اجيب البسكوت واحدة واحدة، وابدأ انزلها في القهوة سريعة الذوبان مع الحليب مع الفانيليا اهو. تمام كده. وابدأ ارص في القارب بتاعي. تمام. خلاص. رودي هنا كانت بتناولني بصراحة، بتساعدني يعني، بتقالت لي ان انا عايزاه، فانا هساعدك اهو. تمام كده. دي اول طبقة احنا هنعملها. عايزة تعمليه في اطباق صغيرة مفيش مشكلة، في مطابق صغيرة برضو مفيش مشكلة زي ما انت عايزة. هنا بعد ما عملت اول طبقة من البسكويت بتاعنا بعد ما سقناه في قهوة سريعة الذوبان مع الحليب، هجيب الكريمة بتاعتنا اهي، كريم شانتيه اللي احنا ضربناه مع كريم كراميل، وبرضو اعمل طبقة كريم شانتيه اهو. هقولك بقى على حتة انا عملتها قدامكم دلوقتي. انا جيت اساوي الكريم شانتيه معايا بصراحة ما بيخلي البسكوت من تحت يتهز. فرودي جابت لي كوباية مية. ببدأ ان انا بعد ما انزل
بمعلقه كريم شانتيه، ابدا انزل المعلقه كده في الميه بتاعتي وابدا اساوي الكريم شانتيه. بصراحه انا بعمل الخطوه دي في اي حاجه بعملها بالكريم شانتيه، ما بعمل طبقات بصراحه بتتسوى معايا، ما بتبقاش ما بعقدش الدنيا قدامي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده عملنا طبقه البسكويت، عملنا طبقه الكريم شانتيه، هنعمل طبقة البسكويت التانية. حابة برضو ان انت تسقيها بالقهوة سريعة الذوبان مع الحليب، مفيش مشكلة. مش حابة، انا عملت طبقة كده وعملت طبقة كده علشان رودي قالت لي لا انا مش حابة القهوة سريعة الذوبان فاعمله لي يا زوزو سادة. قلت لها تمام ماشي، هعمل لك انت الطبق بتاعك سادة. خلاص، فبدات ارص البسكويت. تقدري ترصيه زي ما انت شايفه كده، طبقه بسكويت بس، حاجه بسيطه، حلا بارد تفرحي الولاد في الاجازه، تعمليه في الحر ده بجد جميل جدا. طعمه خفيف على القلب، ما هوش تقيل ولا اي حاجه، وانتي قاعده مكانك وولادك معاكي حواليكي في البيت تقدري تعملي لهم الحلو ده. بصراحه حاجه جميله جدا. ما تنسيش لو عجبتك الطبلية بتاعتنا اعملي لي اشتراك ولايك وشير وفعلي زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم. هتلاقوا معايا وصفات اقتصادية كتير ان شاء الله. خلاص، بعد ما خلصت طبقة البسكويت التانية وعملت طبقة كريمة تانية اهي زي ما انتوا شايفين اهي، فريت كريم شانتيه، هعمل طبقة بسكويت تانية. خلاص، في ايدك بقى تعملي 4 طبقات بسكويت و4 كريمة، عايزة تعملي 5 طبقات زي ما انت عايزة اللي يريحك. خلاص، رودي هنا كانت بتبعت لكم بوسة. تمام اهو. ابدأ برضو افرد الكريم شانتيه بتاعنا زي ما انت شايفة كده. وصفة سهلة وجميلة، طبق خفيف، حلا جميل جدا هتفرحي ولادك بيه. عندك بقى فرمسيلا او مارشميلو، ممكن نحط بقى مارشميلو. رودي خلت مامتها جابت لي مارشميلو، قالت لي يا زوزو انا عايزه احط على الوش كده مارشميلو لها هي واختها، فقلت لها تمام ماشي. عملت لها طبقها بالمارشميلو، فرمسيلا، وردات كده شكل حلويات بتبقى متباعه عند بتاع مستلزمات الحلويات، وردات، قلوب، بتبقى اشكال الوان كده صغيره بتفرح الولاد. هتعملي حلا جميل جدا وانت قاعده مكانك، ولادك هيناولوكي الحاجه في الاجازه. يعني احفظيه في التلاجة ساعة بس وطلعيه هتاكليه جميل جدا. بصي، حاجة بسيطة فرحت ولادك بيها واكلوها في الصيف الحار. وصفة جميلة جدا وسهلة وسريعة. رودي كانت عايزة توريكم الطبق بتاعها هي واختها، شايفين شكله حلو جدا. وعملت كذا طبق جميل جدا، وصفة سهلة وسريعة. ما تنسوش اعملوا لايك وشير وفعلوا زر الجرس علشان تجيلكوا وصفات الاقتصادية البسيطة اللي على قد الايد. وان شاء الله قناتي تكون عجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في الطبلية بتاعتنا والوصفة السهلة السريعة. بعد بقى ما خلصنا الحلقة بتاعنا هنحفظه في التلاجة ساعة او ساعتين قبل ما ناكله.